انت كمواطن تونسي عندك ثقافة السفر؟ ثقافة السفر؟ ثقافة السفر مش كمواطن، لا كإنسان لازم تكون عندك ثقافة السفر. اللي ما عندوش ثقافة السفر راهو مريض، راهو مقيد، راهو ماركة ما يفوتش السيركل هذاك اللي حطوه بيه. فهمت؟ هذاك علاش راهو اللي يحرق ولا اللي يهاجر ولا كذا راهو عنده ثقافة هذاك هو الإنسان الصحيح. اللي يقول اللي يقعد في بلاصته يا أخي 40 سنة ما تخرجش من دولة، ما تعرفش حتى الدولة، ما تعرفش حتى كذا. خاطر عنده ثقافة السوء. هذاك هو الانسان هما مقيدينه، هما يحب يكسر القيد. يعني اللي ماهوش قانوني هو قانوني عندك انت يا بنتي. مش حكايه هما عاملين لك القوانين هذه. شكون القوانين هذه كلها؟ راهم باش يقيدوك انت الزوالي للزوالي. القوانين هذه الا بس عليه باسبور يدور العالم. وعلاش انا مقيدني يا اخي؟ الارض الكره الارضيه هذه كلها ما نعرف فيها كان 164 كيلومتر ما عندي الحق نخرج منهم. وفما حتى ال 164 كيلومتر وبيدو ما يعرفهمش. عنده حق كان البلاصه يمشي ما يفوتش لافيني ويرجع يرقد في حومته. هاي ثم رحلات داخليه، سياحه داخليه موجود. يا بنتي هذيك اللي عنده الفلوس. لكنه اسمعني نحكوا احنا على انا من حقي باش نعرف ثقافه الشعب الفلاني، من حقي باش نمشي لاوروبا، من حقي باش ندور العالم كامل، لانه الارض خلقها ربي ليك انت. هما عطلوها لك. لا هما ايه لكن ليك انت لا. فما الفطره بتاعه هذيك هي ساعه يحب يكتشف. فما اللي يمشي يحرق، فما كذا. فهمت؟ موجوده. يعني اللي يحرق هذاك راهو ماهوش مريض، راهو هذاك هو الصحيح. المريض هو اللي راضي 50 سنه وهو بارك على نفس البلاصه، ما يحبش يشوف العالم والظروف نتاعو. يا بنتي هذاك هو الجينات تاعو. تحب هذاك هو طبع الانسان. راهو ماهوش مقيد، راهو ماهوش حر. هذاك حر. هذاك علاش يحرق؟ يحب يشوف العالم، يحب يشوف الدنيا. انت مقيدو. فهمت؟ اللي يرضى بالقيد هو الانسان المريض. فهمت؟ العكس هما علاش باش يسوقوا لك برشا حاجات باش يستعمروك نفسيا، باش يتحكموا فيك. من حقي باش نمشي لامريكا، من حقي باش نمشي لاي دوله. هذه كل الارض اللي خلقها ربي، هذه كلها الكره الارضيه راه خلقها ربي ليا وليك. علاش تعطلها لي؟ تو انت تجيبي ولد القوره عمره 10 سنين شوفي قداش من دوله زايرهم، وانت 50 سنه واحد حتى تونس ما يعرفهاش. لا حتى اللي يموت راه. فهمتي ايش حبيت نحكي لك؟ اي ثقافه السفر موجوده، مش موجوده. موجوده في فئه معينه فقط، ماهيش ثقافه عامه. يا بنتي موجوده فينا في الفتره بتاعك. في الفتره بتاعك الانسان راهي الكره الارضيه ملكك. انت ماكش عبد مملوك. العبيد قبل ما يخرجوش من البلاصه اللي هما فيها، الاحرار هما اللي يزوقوا. توا مفهوم العبيد عملوا لك بطريقه اخرى. لا احنا ماناش عبيد، رانا احرار. ولدتنا امهاتنا فكره باش معناتها تكون. يا بنتي اخي توا فكره مش حكايه فكره. هذه امور سياسات ودول ومفاهيم تبدلت. اسكت شنو الفكره نعطيها لك؟ انا نقول لكم اللي ما يخرجش اللي ما يسافرش راهو المريض. اللي يسافر ويدور هذاك هو الصحيح، هذاك هو الحر. هذاك علاش سما عباد ما تحبش القيد هذا، ما تحبش العبوديه، تتلزع حتى باش تعرق. فهمت؟ لانه هذاك هو طبع الانسان الحر. فما دول تشجع قاعد تصنع في شعوب باهيه وكذا، فما دول تقتل في الشعوب بتاعها. عقليه العبد المملوك هكاك لازم نكونوا هكاك. فهمتني؟ هذاك علاش نقولوا احنا التونسي ما عندوش ثقافه السفر. ما عندوش يا بنتي هما صنعوه. يلزمك تكون عبد مملوك شمال افريقيا وكذا، لانه اللي اختر منك انت. ما يلزمكش تكون مثقف مطلع على العالم كذا. شنو واحد عمره 60 سنه يتخلق في نفس الارض ويموت فيها؟ اما عباد دار يسكن فيها 50 سنه. وش فيكي؟ هما هما ظروفهم ما تنجمش، ما ينجموش يتحركوا. يا بنتي ماما كيف قلت لك زارعين فيك عقليه العبد المملوك. هو بيدو ولد فيه ما عادش ينجم يفوت حومته ويفد. متزرعت فيه. فهمت؟ عقليته. والاخر العالم كامل يعرفوا. يعني كبلوه باش ما عادش ينجم حتى يفكر فيها مجرد. فهمني؟ زرعوا فينا المفهوم هذايا في اولادنا قبل في العزايز بتاع التركه بتاع قبل جهنم. واولادنا وقاعدين نفس العقليات اللي ربوا فيها باولادنا كده. نجيبوا في عباد مهبله. شوف اسمعني مانيش نحكي راهو على رمك العزايز الاميين رايك هذوكم مانيش نحكوا. احنا كنقولوا اخي توا انت شوف احنا توا نقولوا المراه ولا نقولوا كذا. اخي توا المراه المناضله رايك ترمي اكل الفلاحه الزواليه الدابز. اخي هذيك كي يجي تكريم المراه يكرموا هذيك تتكرم نوعيه اخرى اللايت. احنا زادك نقولوا عزايز جهنم. مانيش نحكي على عزايز الباهين اللي يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. نحكي على عزايز بتاع الكالسون بتاع الدو بياس في البحر وهي عمرها ب 300 سنه وتجيب لنا في بنات حريات.
هذا ما نحكوا عليه، ماناش نحكوا رانا على اللي عندهم الدين اهل الحياه يقعدوا بالحياه، ماناش نحكوا على ذوكم راهم ما يتجراش حتى لا تحكي عليهم العباد هذوك اهل الحياه، فهمت؟ نحكي على الصنف الاخر الديفينيزي. ايوه انت تخاف السفر تغلغلت فيك ولا لا؟ يا بنتي موجوده عندنا، ما قلت لك عاد مقيدين عملنا مسكين على الشباب احنا، والله انا قاعد نقصد الشباب والجيل الصغير هذا الله يكون في عونه، الله يكون عايش وصول للحرقه وللموت وكذا، هو طير يحب يسافر يحب يطير يحب يشوف الدنيا وين مقيدينه، نلقاو ولادنا في البحارات وموتى وكذا يا ومناش، هو طير مسكين يحب يشوف الدنيا. قصيت له جوارح وانت لا ومسكرها عليه وكذا يتلز باش يحرق، واحد يمنع و3000 يموت ونرجعوا المآسي وعباد تبكي عليه ومات مشوقه وهو مسكين ما رام الدنيا شيء وبرا هذا في عمر زهور وميت 20 سنه في عمر زهور اللي هذا كله من عقلية العبودية اللي يزرعونا بها، عقلية يزمك عبد مملوك، رانا ماناش عبيد رانا أحرار، ولدتنا أمهاتنا أحرار، فهمت؟ فلسفة العبيد اللي عاملين هكذا ربطوك اللي أنت ما تنجمش حتى باش تعيش أصلا تو. شوف رد بالك تظن إنه الحكام بتاع الشعوب العربية بهايم من أذكى ما فما هي حكام الشعوب العربية، أنا نقولها لك على مسؤوليتي، تعرف السيستم اللي عاملينه لك هذوك هما قلت لك ثلث نخبة لبس عليها نص فهمني طبقة وسطى والثلث الثالث اسمه عبد مملوك، راهي ممنهجة هذه هكاك راهو باش ينجم يا بنتي وكان يعمل لك سيستم ديمقراطيات وكذا راه ما يقعدش على الكرسي 20 سنة و15 سنة، راه قلت لك راه ممنهجة لك، راهم عاملين لك حسابك، هاكا اللي يقعد اللي فرفط اللي فيه تو يحرق يعمل حل، اللي يبقى عبد مملوك، النخبه ما عايشه جوها باهي، الطبقه الوسطانيه هم خدام للنخبه وكيت علاش يحافظوا لك عليها ديما يشكوا على الطبقه الوسطى لا ما تمثلش خاطر اكثر خطر هي الطبقه الوسطى هذيك، الفقير كي يتكلم شكون مش يسكت له فمه خوه الوسطاني. طبقه وسطى اسمعني لا مازالت والعالم كله يحارب على الطبقه الوسطى لانه هذيك تخمد الشعوب وتخمد كذا هي الطبقه الوسطى، الفقير كي يجوع ويتكلم ويعمل ثوره راهو مش الغني باش يضربوا راهو يسكتوا، لا الطبقه الوسطى خاطر هو ياخذ 800,000 وعنده دار معوجه في سيدي حسين خايف عليها، لا اختونا كيفاش فهمت يقتل خوه اللوطاني ما كاش ما ياكل وذاك انا بس عليه. اكثر خطر اللي يحكوا لك عليهم الطبقه الوسطى راهي اكثر حاجه تخمد الشعوب واكبر كوارث هي الطبقه الوسطى، فهمت؟ هي راهي مجعوله سلاح الاغنياء باش يقمع الفقراء، هاني في الوسطى الفقير كي يجوع ويتكلم ويحب يعمل ثوره الطبقه الوسطى هي اللي تخمدوا وعليها تعملوا فيهم الحمد ربي خاطر خايف هو على 800,000 اللي يخلص فيهم، فهمت؟ هو خايف على 800,000 وعلى الدار اللي عملها بحيه ليه اللي معوجه، الاخر ما عنده شيء. ملح الغني غني كيفاش تلعبوا بينا ريت كيفاش ريت الغني دونك نرجعوا للتونسي عنده ثقافه السفر عمل غالب قسولوا جوانحه